ذلك وأن تصل بعد ذلك وتواصل. هنا الحقيقة شيء يسجل لهؤلاء الأبطال اللي سوف يتوجون بعد لحظات من الآن بكأس البطولة، وهم أهلا لها، لأن يعني دوري المجموعات كان طبعا بختكور، بعد ذلك الشباب السعودي، بعد ذلك سبهان الإيراني، بعد ذلك سامسونج الكوري، وأتى الدور على تشامبوك الكوري، لكن الفارق أنه على أرضه وما بين جماهيره. إذا الذيب عوى مرتين في كوريا الجنوبية، عوى هناك على حساب سامسونج ويعوي هنا، وسوف تتواصل الاحتفالات والليالي الملاح بالعيد، العيدين. هذا عيد نشوفه أمامنا، وغدا إن شاء الله عيد الأضحى المبارك. فكل عام والجميع بخير مرة أخرى. الذهب لمن يستحق الذهب، والبطولة لمن يستحق البطولة. ترفع الأعلام القطرية هنا في ملعب المباراة، والجميع الآن بانتظار لحظات التتويج. اختلفنا مع فوساتي، لكن تحقق الأهم في هذه المباراة، ألا وهي عملية التتويج الآن للزعيم القطري هنا في ملعب كأس العالم في قلعة تشامبوك. نادي السد القطري بطلا لدوري أبطال آسيا عبد الله كوني يرفع كأس البطولة الآسيوية. الزعيم القطري نادي السد القطري العربي الذي يحقق كأس البطولة، وبالتالي تبدأ الاحتفالات من هنا، وتبدأ أيضا الابتسامات من هنا، حتى من اللاعب الكوري الجنوبي لي تشونغ سو الذي أضاع ضربة ترجيحية، ولكن الأبطال، مجموعة الأبطال الحاضرة في ضربات الترجيح في يوم من الأيام الغير اعتيادية، من الأيام التاريخية في تاريخ في كرة القدم القطرية. اهتمام كما ذكرت منقطع النظير من الإدارة السداوية.